علاش ما تفكروش بهذه الاستراتيجيه؟ يا اخي نوفر العلف باش ينقص سعر الخروف والناس تعيد. اما نمنع الاستيراد ومن بعد يرتفع سعر الخروف، كي يرتفع سعر الخروف وينقص نولي نحوس على الحلول الترقيعيه باش نرقعها. واش نروح نجيب مليون خروف من رومانيا؟ لانه الامر هذا يهدد الثروه الحيوانيه في الجزائر، يهدد الثروه الحيوانيه في الجزائر، ويهدد السلاله. لانه هذا الخرفان تاع رومانيا، هذا الخرفان تاع رومانيا من اشكالها باينه باللي يا بن عمو يا بن خالته الحلوف. حلوف يبان بن عمو وبن خالته متربي معاه في زريبه واحده. حق رومانيا يربوا الخرفان مع الحلالف عادي، معناتها فيه ريحه حلوف، يا راضع معاه يا مسقه ويا معاه يا متفرج معاه كشما فيه المهم قاعد معاه حلوف، يعني عنده علاقه مع حلوف. هذا الخرفان تاع رومانيا ممكن جدا يتسلوا كشما منهم 1000 2000 خروف يتزاوجوا مع الخرفان الجزائريه، ومن بعد عامين 3 سنين ولو عندنا خرفان حلوفه، خرفان فيها سلاله الحلوف. صافي دخلتونا الحرام مع الحلال. خموا شويه خموا شويه. ودي يا ودي يا ودي.